السلام عليكم طلاب grade 7. النهارده إن شاء الله هنبدأ نحل على درس Scientific Notation Cumulative Test 2 on Lesson 2 Unit 1. يلا بينا نبدأ. السؤال الأول بيقول لي هنا Choose the correct answer from the given ones. Which of the following equals negative 2 power 3? معنى كده إن negative 2 repeated 3 times. Negative 2 times negative 2 times negative 2. Negative 2 times negative 2 equals positive 4. 4 times negative 2 equals negative 8. يبقى الأنسر negative 8. السؤال الثاني Which of the following numbers is in scientific notation؟ اتفقنا يا شباب إن scientific notation لازما يبقى الهول number عندي من 1 ل 9. يعني الرقم اللي موجود بره هنا لازما يكون من 1 ل 9، فبالتالي ال 10 دي مش هتنفع. هنا الديسيمال نمبر ده الجزء الهول اللي فيه من 1 ل 9، ايوه يبقى ده هو اكيد اللي صح. حتى تعالوا نشوف اللي باقي، ده 0 يبقى اكيد مش هو. ده 0 مش اكيد مش هو برضو، لان الهول نمبر لازم يكون من كام لكام؟ من 1 لايه؟ من 1 ل 9 عشان يكون في الستاندرد فورم للساينتفك ايه نوتيشن. السؤال الثالث يا شباب وبيقول هنا 3.4 times 10 power 3 أكبر ولا ال 4.3 times 10 power 2؟ طبعا الرقمين يعتبروا شبه بعض نوعا ما، لأن دوت رقم في الوانس ورقم في التنث، رقم في الوانس ورقم في التنث. فلما أعمل الرقم ده times 10 power 3 أكيد هيكون أكبر من الرقم التاني اللي هو times 10 power 2. طيب في طريقة تانية لو أنت عايز تتأكد من حلك، إن إحنا نعملهم فعلا times 10 power 3، يا إما بالكالكوليتر يا إما بالمنتال. times 10 باور 3 أنا هحرك الديسمال بوينت 3 digits للرايت، يبقى 1 2 3. يبقى الانسر هنا 3 4، والمكانين الفاضيين دول هنحط فيهم 2 zeros فهتبقى 3400. الرقم التاني لو عملنا له times 10 باور 2 الديسمال بوينت هتتحرك لليمين كام خطوة؟ 2 digits 1 2. المكان الفاضي اللي هنا هنحط فيه 0، يبقى الانسر 430. مين الأكبر؟ أكيد ال 3400. السؤال الرابع بيقول لي which of the following equals 0.0000016. طبعا احنا عايزين نحول النمبر ده لشكل الساينتفك نوتيشن او للشكل الستاندرد للساينتفك نوتيشن، فبالتالي محتاجين نحرك الديسمال بوينت دي للرايت كده، ادي 1 2 3 4 5 digits. يبقى اكيد هتبقى حاجة times 10 باور يا اما positive 5 يا اما negative 5، والديسمال بوينت بقت ما بين ال 1 وال 6 عشان تبقى في شكل الستاندرد للساينتفك نوتيشن، فهتبقى 1.6. تمام. طيب ال 5 هنا هتكون positive ولا negative؟ نراجع كده مع بعضينا على الرول. انا عندي الديسمال بوينت لو انا بحركها ناحية الرايت يبقى النمبر كده اللي هو ال 10 دي هتكون باور بالنيجاتيف، ولو بتحرك ناحية الليفت يبقى الباور هنا هيكون بالايه؟ بالبوزيتيف. واحنا عندنا في المسألة دي اتحركنا بالديسيمال بوينت فين؟ للرايت، يبقى اكيد الباور هيكون بالنيجاتيف، يبقى ال 5 دي بالنيجاتيف، يبقى الانسر لتر ايه؟ لتر سي. السؤال الخامس يا شباب بيقول لي which of the following is the additive inverse of 5 power negative 2؟ تعال نفتكر كده ايه هو الاديتيف inverse. عايزين نفتكر ايه هو الاديتيف inverse، الا وهو ان انا مثلا لو عندي نمبر اسمه 5 هيكون الاديتيف inverse بتاعه negative 5، والعكس صحيح. لو عندي نمبر اسمه 7 يبقى الاديتيف inverse بتاعه negative 7، وهكذا. طب انا عندي رقم هنا اسمه 5 power negative 2، يبقى الاديتيف inverse بتاعه نحط له بس نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 5 باور نيجاتيف 2. فين الإجابة؟ هتكون letter C. طبعا في طرق تانية بتاخد وقت أطول، ولكن دي أسهل طريقة وأسرع طريقة.
السؤال التاني بيقول لي write each of the following in scientific notation. هو مديلي أرقام مش بالscientific notation أو مش بالستاندرد فورم، وإحنا هنحاول نكتبها بالشكل الستاندرد للscientific notation اللي هو بيكون رقم من 1 ل 9 بيتعمل تايمز إيه؟ بيتعمل تايمز 10 باور حاجة. تمام؟ طيب أول حاجة كده يا شباب هنلاحظ إن في أرقام عندي متشابهة ولكن مش موجودة مع بعضها. إزاي؟ يعني مثلا ال 10 باور 4 دي في البراكت الأول وال 10 باور 9 في البراكت التاني، ممكن نعمل لهم إيه؟ نعملهم بالassociative property لو تفتكروها، أو ندمجهم في براكت لوحدهم، يعني نخليهم family كده. وعندك ال 3 وال 18 هي كمان دي family، نفس الفاميلي، يبقى برضو ممكن ندمجهم هما كمان في براكت لوحدهم. طب يتحلوا إزاي؟ بكل بساطة هنعيد صياغة السؤال تاني بس بشكل أفضل من الشكل المكتوب. يعني ال 3 وال 18 ليه بعاد عن بعض؟ مش هما من نفس الفاميلي، يبقى يتحطوا في براكت واحد. ال 10 باور 4 وال 10 باور 9 ليه بعاد عن بعض؟ مش هما من نفس الفاميلي، يبقى هما كمان يتحطوا في براكت واحد. ونبدأ بقى خلاص نجيب الانسر بتاعت البراكت الأول والانسر بتاعت البراكت التاني ونكتبها تحت هنا يلا. 3 times 18 هتطلع معانا ب 54، والتو براكتس دول ما بينهم تايمز 10 باور 4 times 10 باور 9. كلنا عارفين طبعا ان لما يبقى البيس شبه البيس بنعمل ادنج للايه؟ للباورز لانهم multiplied each others. فبالتالي هنكتب البيس مرة واحدة بس ونعمل ادنج لل4 وال9. 4 plus 9 which equals ايه؟ 13. فبقت الانسر 54 times 10 باور 13. لسه ما خلصناش. ليه؟ لان الديسيمال بوينت مش موجودة في مكانها الصحيح. ده الديسيمال بوينت عندي كده موجودة بعد الفور، بس طبعا ما بنكتبهاش لأن ده هول نمبر. طيب محتاجين نحرك الديسيمال بوينت دي لجوه كده ما بين الفايف والفور just one digit to the left عشان يبقى الانسر 5.4. صح كده؟ يبقى ده كده الشكل الستاندرد. حتى الهول نمبر عندي اللي هو 5 اهو من 1 ل 9. حلو قوي. يبقى انا عندي قاعدة كنا بنقول عليها لسه قايلينها من شوية، ان الديسيمال بوينت لو بنحركها ناحية الرايت يبقى الباور هيكون بالنيجاتيف، لو بحركها ناحية الليفت الباور هيكون بالبوزيتيف. احنا هنا في المسألة دي اتحركنا ناحية الايه؟ ناحية الليفت، يبقى الباور هيكون بالبوزيتيف. طب اتحركنا كام خطوة؟ we moved just one step، خطوة واحدة بس، يبقى ال 10 باور 13 هنزود عليها خطوة واحدة بس يبقى 10 باور كام؟ 10 باور 14. يبقى ده الفاينل انسر. تمام كده سهل؟ يلا نروح للسؤال اللي بعده. السؤال ده بقى يا شباب مختلف نوعا ما عن السؤال اللي قبله. ايه اللي وجه الاختلاف اللي هنا؟ الا وهي ان ما بين التو براكتس في علامة بلس. السؤال اللي فات كانت علامة تايمز. طيب هل ده هيأثر في السؤال؟ طبعا، وهيطلع اجابات مختلفة تماما. طيب في طريقة سهلة جدا لحل السؤال ده، يلا بينا نبدأ نتعلمها مع بعض. شايفين ال 10 باور 3 ده وال 10 باور 2 ده؟ حاولوا تخلوا لي 2 تنس زي بعض. هنا ال 10 باور 3 وهنا ال 10 باور 2. ممكن نخلي ال 10 باور 3 تبقى 10 باور 2. ازاي؟ ما هي ال 10 باور 3 عبارة عن 10 تايمز ال 10 باور 2، ترجع تاني 10 باور 3. تمام؟ يبقى الطريقة الأولى اللي احنا هنحل بيها ألا وهي ال 10 باور 3 وال 10 باور 2 نحاول نخليهم زي بعض، كلهم من نفس الباور. فهنروح لل 10 باور 3 نخليها 10 باور 2 تايمز 10 باور 1. طيب ال 10 باور 1 دوت هنعمل فيه ايه؟ قال لك اعمل لي ال 10 باور 1 ده تايمز الرقم اللي في الاول، فهيبقى 5.8 تايمز 10 اللي هي 58 تايمز ال 10 باور 2، والبراكت التاني سيبوه زي ما هو 3.2 تايمز 10 باور 2. نعيد تاني يا شباب بسرعة. يبقى أنا كل اللي أنا عملته خدت من 10 باور 3 تناية واحدة بس اللي هي 10 باور 1، عملتها تايمز لل 5.8 فبقت 58. طب أنا ليه خدت منها تناية واحدة؟ علشان يبقى ال 10 هنا باور 2 شبه ال 10 اللي هناك برضو باور 2. لحد الآن الأمور تمام؟ طيب نتأكد كده أهو 10 باور 2 هنا أهي و10 باور 2 برضو هناك هنا أهي. تمام؟ طيب احنا كده عدنا صياغة السؤال بحيث ان بقى فيه في البراكت الاول ده 10 باور 2 وفي البراكت التاني ده 10 باور 2. طب ما احنا ممكن ناخد ال 10 باور 2 دي كومن فاكتور بقى متكرره في التو براكتس. يبقى خلاص هاخد ال 10 باور 2 ده از ا كومن فاكتور لانها متكرره في التو براكتس، وهبدا افتح البراكت الاولاني كده. يلا لما اخد ال 10 باور 2 من هنا هيتبقى لي ايه؟ يتبقى لي 58.
نزّلي البلس زي ما هي. لمّا آخد ال10 باور 2 من البراكت التاني كده ما هي common factor كأنك بتعمل divided by 10 باور 2 زي ما هي، فبالتالي هتتكنسل مع 10 باور 2 يتبقى لك الإيه؟ يتبقى لك ال3 باور 2 ونقفل البراكت. نعيد تاني بسرعة. يبقى لقينا ال10 باور 2 متكررة في ال2 brackets يبقى هناخد ال10 باور 2 برّه كده as a common factor. لمّا ناخد ال10 باور 2 من الfirst bracket as a common factor يتبقى لي ال58. البلس هتنزل زي ما هي. ال10 باور 2 لمّا آخدها من الsecond bracket هيتبقى لي 3.2. خلاص الموضوع انتهى. كل اللي علينا إن إحنا دلوقتي نعمل times ال58 plus ال3.2 اللي هي بكام؟ هنحسبها هتطلع ب61.2 وال10 باور 2 ما تجوش يمها سووها زي ما هي 10 باور 2. تمام؟ لسه ما خلصناش لأن الديسمال بوينت كده مش في المكان الستاندرد، مكانها الطبيعي المفروض يكون ما بين ال6 وال1. يبقى محتاجين نحرك الديسمال بوينت ده من الرايت للليفت 1 ديجيت. طيب نعيد تاني. الديسمال بوينت لما تتحرك للليفت بنخلي الباور بالايه؟ بالبوزيتيف، ولما تتحرك للرايت بنخلي الباور بالايه؟ بالنيجاتيف. هنا الديسمال بوينت اتحركت للليفت ديجيت واحد يبقى هنعمل بلس للباور اللي جنبنا هنا ده. خطوة واحدة يبقى بلس 1، خطوتين بلس 2، 3 خطوات بلس 3. هي خطوة واحدة يبقى الباور ده يبقى كأنه بلس الايه؟ بلس ال 1. يلا equals ال 6 بقت 6.12 times ال 10 باور كام؟ 13. سهل يا شباب السؤال ده؟ السؤال هنا يا شباب ممكن نحله بطريقة سهلة جدا اللي هو السؤال الارينج. ان احنا لو كل الارقام بالستاندرد فورم هنرتبها عادي جدا، ولكن الارقام مش بالستاندرد فورم. يبقى خلاص نحاول نخليها نحولها للستاندرد فورم وبعد كده نبدأ نعمل لها ارينج. يلا بينا. ال 16.6 times 10 باور 10 ما هياش في الستاندرد فورم. يبقى كل اللي احنا محتاجينه نحرك الديسمال بوينت ده لمكانها الصحيح، هتبقى هنا كده. واتفقنا الديسمال بوينت لو بتتحرك للرايت يبقى الباور بالنيجاتيف، لو بتتحرك للليفت يبقى الباور بالايه؟ بالبوزيتيف. يلا بينا. احنا هنا اتحركنا للليفت يبقى الباور ده كأننا زودناه 1 فبقى كأنها 1.66 تايمز 10 باور كام؟ باور 11. عارفين ليه؟ لأن احنا اتحركنا خطوة واحدة بس فهنزود على الباور رقم واحد بس. حلو. السؤال اللي بعده محتاجين نحرك الديسمال بوينت ده للرايت just one step. يبقى طالما اتحركنا للرايت يبقى هنعمل ماينس للباور، يعني ال 13 ده كأنها ماينس 1 لأنها اتحركت خطوة واحدة بس. ونعيد كتابة الرقم تاني 2.35 times 10 باور 13 minus 1 اللي هي بكام؟ ب 12. نروح للي بعده نحوله للستاندرد فورم. هو اصلا اوريدي بالستاندرد فورم خلاص سيبوه زي ما هو. نروح للي بعده 84 في الستاندرد فورم؟ لا مش في الستاندرد فورم. يبقى خلاص محتاجين نحرك الديسمال بوينت. ما هي مش موجودة، لا هي موجودة بس ما بتنكتبش، بتبقى موجودة على اليمين دايما كده. هنحركها للليفت 1 ستيب. وبما انها اتحركت للليفت معنى كده ان انا هعمل ادنج للباور، يعني هزود عليه قد عدد الخطوات اللي اتحركت للليفت 1 ستيب يبقى هزود على الباور 1 فبقت 11 بلس 1 اللي هي 10 باور 12. والرقم هنا بعد ما نحرك الديسمال بوينت هيبقى 8.4. حلو قوي كده. لو تلاحظوا بقى دلوقتي الرقم ده 10 باور 11 والرقم ده 10 باور 11 والرقمين التانيين 10 باور 12 و10 باور 12 وهو عايز يخليهم بالشكل الاسcending order يعني من السمول للبيج. فبالتالي نبدأ بال11 لأن ال11 هو السمولر. طيب لو جينا نبص هنا على الرقمين اللي ب 10 باور 11 وال 10 باور 11 هما الاتنين في الستاندرد فورم، مين اللي أصغر فيهم؟ أكيد الرقم ده، يبقى ده كده أول واحد. طيب بعد كده أكيد ده الرقم التاني. نروح بعد كده لل 10 باور 12. هنا 10 باور 12 وهنا 10 باور 12. مين الرقم اللي أصغر في ال 10 باور 12؟ ال 2 ولا ال 8؟ أكيد ال 2. يبقى ال 2 هي نمبر 3 وال 8 هي نمبر 4 ويبقى الترتيب هيكون 1 3 2 4. سهل السؤال؟ يلا نروح للسؤال اللي بعده. السؤال نمبر 4 بيقول لي find in the simplest form. في طريقة اتفقنا عليها في الكوميوليتيف تيست الأولاني ألا وهي
نتأكد إن البيسز كلها زي بعض، يعني هنا البيس هنا x تمام، والبيس هنا x متشابه، والبيس هنا x والبيس هنا x. طب ما ده حلو جدًا، هنقوم كاتبين البيس مرة واحدة بس، ونعمل إيه؟ الباورز اللي في النيوميريتور هتتساب زي ما هي، النيجاتيف 3 والنيجاتيف 4 زي ما هما، نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. أما الباورز اللي في الدينومينيتور اللي هي نيجاتيف 5 ما تنكتبش نيجاتيف 5، ال2 ما تتكتبش 2. نعكسها نجيب لها الاديتيف انفرس، لان ده ديفيجن، وفي الديفيجن كنا بنعمل سبتراكتنج للباورز، فبدل ما كنت هكتب نيجاتيف 5 هكتب بوزيتيف 5، بدل ما كنت هكتب 2 هكتب نيجاتيف 2، ونبدأ نجمع. يلا هنشوفها على الكالكوليتر، او لما نيجي نبدأ. اتفقنا يا شباب ان احنا بنبدأ من الليفت للرايت، فبالتالي هتطلع الإجابة x باور نيجاتيف 4. طب أنا مش عايزها باور نيجاتيف 4، خلاص شقلب يبقى 1 over x باور 4، الباور طلع بالبوزيتيف خلاص اهو، يبقى كده الايه السمبلست فورم. لسه السؤال ما خلصش، ده كده الجزء الأول من السؤال. بيقول لي بعد كده then find the numerical value of the result when x equals 2. يعني بيقول لي شيل الاكس ده وحط مكانها 2. خلاص يلا مين؟ هقول له at الاكس بت equals 2. لما الاكس بت equals 2 يبقى ال 1 over x باور 4 بت equals ايه؟ شيل الاكس وحط 2، يعني 1 over 2 باور 4 which equals 1 over 2 times 2 times 2 times 2 which equals 1 over 16. سهلة يا جماعة. وبكده نكون خلصنا cumulative test 2، ونلتقي إن شاء الله في cumulative test 3.